شكرا على السؤال. هو شوف المباريات تو الاربع مباريات هذوما كل مباراه عندها الحقيقه نتاعها. علاش؟ على خاطر تقريبا ديما عندنا لاعبين غايبين، ديما عندنا لاعبين اللي ثم العقوبات نتاع الاربعه كروت صفر، ديما ناقصين ثلاثه اربع لاعبين، والاصابات زاد كيف كيف. هذوما الحاجات اللي خلات الفريق ما يكونش منتظم، ثم تغير ثلاثه اربع لاعبين. اليوم عملنا مباراه باهيه، انا بالنسبه لي انا كانت مباراه تكتيكيا صحيحه. كنا ما نشوفوش معناتها الجانب الذهني اثر على اللاعبين، كانت مباراه كبيره مع فريق كبير، اللاعبين كانوا حاضرين ابليكي طبقوا التعليمات، ما صارش التوفيق، وجاء التوفيق للجيش الملكي، نهنيه بالفوز. هذا هو معناتها كل مباراه عندها حقيقتها. اما ذهنيا معناتها الاولاد وراو اللي هما ذهنيا حاضرين وما عندهمش حتى اشكال. تقناوتي في التمارين ضرب على كتفه تقريبا 3 ايام. عندنا اصابات، لا جاردون كان عنده الكارت الرابع، وفما معناتها غيابات اللي عنده الجريب، ولا فما لاعبين غايبين. نحن الموجود في الماس يلعب، فهمت، ما عندناش مشكل. كما شفنا معناتها سؤال زميلك على الجانب الذهني، ما عندناش مشكل في الجانب هذا، لكن ما صارش توفيق من عند ربي. وكهو نحن ديما حاضرين باش نحاولوا نتقاتلوا على في كل مباراة باذن الله. المباراة كانت معناتها ماشية كيما نحن نحبوا، معناتها باش يكون الدويل في وسط الملعب، نعملوا البلوك ونلعبوا على الهجمة السريعة. وشفنا اللي الشوط الأول معناتها سجلنا وقبلنا هدف كرة ثابتة في الوقت الضايع، هذا مع الأسف. الشوط الثاني نفس الشيء، جات الكرة لعماد الرياحي، الإسماعيل، هرماش، ما صارش فيها التوفيق. وتعرف المباريات من هكا، مباراة كبيرة مع فريق معناتها من المستوى نتاع الجيش الملكي، ما مش مسموح باش تخسر اهداف ولا باش تضيع اهداف بالطريقه هذيك. مع الاسف ما صارش التوفيق. بعد بطبيعه الحال كانت ماشيه المباراه نحو التعادل، واللاعب معناتها الكاليتي نتاع الملاعبيه هي اللي عملت الفارق. تكتيكيا كنا واقفين صحيح، كنا معناتها ماشيين البلان جو اللي عملناه، كنا دازين معناتها ماشيين فيه مليح. وهذا هو. بعد في اخر المباراه تعرف اذا كان قبلت هدف تولي فما معناتها الاندفاع الكل قدام باش يجي الهدف الثاني كما الثالث في الوقت معناتها اللي بقى. هذا بصفه عامه اجمالا معناتها المباراه.